كما يقول الشاعر: ما هي غريبة الردة وما هي غريبة الذيب ينسى حدا، وما هي غريبة الغارة وما هي غريبة يشتموا ليلين وكفارة، وثانيات لجان التنسيق والبوليس بالذهب يكرموهم. هذه تونس. لاني مانيش باش نحكي برجع على قضية الطلبة، لان قد ما سالت القضايا في البلاد الكل حبر وكتبت ملايين بتاع صفحات قضية سوسة من 2007، والناس تكتب والناس تتحدث. اما الحاجة اللي نحب نحكي عليها السير في البلاد، السير في تونس، لان امس او اللي تامس وثلاثة ايام التالي على خطى الشهداء وعلى خطى الاحرار ثم شكون حرق روحه في بوزيد، وسائل الاعلام الرسمية والجرايد المأجورة واش تقول؟ انتحار على قريعة الطريق، وبعض النفوس الخبيثة تتاجر بالقضية. ونساو محمد بوعزيزي استاذ العربية علاش مات؟ وشنو السبب اللي مات عليه؟ لان اذا كانوا رشيد واذا كانوا عبودة واذا كانوا فوزي واذا كانوا وائل و19 طالب اليوم في المحكمة على خاطرهم جاعوا كلاو محمد بوزيدي، عفوا محمد بوعزيزي حرق روحه على خاطر قتلته البطالة، وعلى خاطره عنده شهادة بتاع استاذية، وبقى بطال يبيع في الخضرة ويبيع في الغلة في الشارع. لكن النظام الكونفدرالي، النظام السمسار، النظام اللي باع البلاد، النظام اللي بعد الشراكة مع الاتحاد الاوروبي عام 95، النظام اللي بعد 5 زائد 5، النظام اللي بعد قمة المعلومات، النظام اللي باع اللاك، النظام اللي باع ريانا، النظام اللي باع الفيفا، النظام اللي باع رديف، النظام اللي باع صحراء تطاوين منطقة للنفايات النووية الأمريكية. اليوم قاعد يبيع في أولاد الشعب، قاعد يفكر فيهم وكيفاش. واخر طلعة شنية؟ الرئيس الموقر نهار 7 نوفمبر يلغي الشيكات بدون رصيد اللي سبقت 6 نوفمبر 2010. وشنو البديل؟ سبوستي غاز من 7500 تولي حاجة 7800، باكو الحليب بدينار و70، كيلو السكر بدينار و120، حط الطماطم ب900، لتر الصوص ب1800، لتر المزوت ب1100. وصدقوني وشرفي وقسما بالشهداء 2014 اخر المدة الرئاسية المتولوا تشروا فيه الاكسجين في دبابة البلاستيك. لان النظام اللي بقى على صدورنا من 56 او يسرق او يبيع او يهز او ينهب. ونزيد نقول وينك ونحن في سوسة. وخلينا نحكي شوية على سوسة. اولاد سوسة ايش باش مربوطين؟ العالم مربوط بالاقتصاد وبالسياسة وبالنظري وبالايديولوجي. في سوسة مربوطين بالطقس. وقت اللي يجي الصيف في السيزون اولاد سوسة يخدموا التوريزم. وقت اللي تمطر وتشتي اولاد تونس واش يعملوا؟ يدخلوهم الحبوسات على خاطر البايكيزون اللي بيعطيه اعتماد الطرابلسي، وعلى خاطر الزطلة اللي دخل فيها قيس بن علي، وعلى خاطر هذه تونس الجنوب اولاد الرديف. وقت اللي تكلموا اولاد ام العرايس، وقت اللي تكلموا اولاد المزيلة، وقت اللي تكلموا علاش؟ على خاطر الفوسفات اللي خرجوا فيه من المناجم يهزوا فيه للامريكان والفرنسيس، يصنعوا به في اليورانيوم ويدمروا به في فلسطين ويدمروا به في العراق ويدمروا به في افغانستان والباكستان. واولاد الرديف اش يربحوا؟ يربحوا كان الكونسير، يربحوا كان الموت، يربحوا كان الهم. اولاد الساحل
بلاد الزيتون، بلاد الزيت، وينك يا زيتون الساحل؟ ديما مسجد ديما راحل، سجد لامريكا تستاهل، خليها الشعب المغبون. وينك يا فضفاض المينا؟ سجد رحل في المشينة، وانت عارف وين هالزينة، وحتى فلوسها عند شكون؟ فلوسها في البرازيل. رونالدو وقت اللي سألوه قالوا له عندك قصر في البرازيل، علاش؟ فرحان بيه، قالهم على خاطر مقابل قصر رئيس الجمهورية متاع تونس. ثم سجين سياسي سابق سألوه قالوا له شنو هو الفرق ما بين اللي يسرق في الليل واللي يسرق في النهار؟ قال مسارق العجل مذموم ومحتقر، وسارق الشعب بالكرسي مستقر. اي البلاد، يا فاضل يلي متت باش الناضل، يا نبيل يلي سال دمك باش يكونوا حرار، يا دغباجي يا ثوار يا فلاكة يا زرمدين يا وردانين يا قروان يا مكتر يا قعفور يا بنزرت يا مدنين. هاي الشعب السير فيه، هاي تونس السير فيها. وصدقوني قبل ما نختم شو نقول كلمة ناظم حكمت يقول: إذا لم أحترق أنا وإذا لم تحترق أنت فمن ذا الذي سينور لنا الطريق؟ لقد احترق محمد بوعزيزي فأضيء الأنهج والشوارع حتى نوصل النضال بلا هوته ضد النظام الكونفدرالي العميل السمسار اللي باع البلاد واللي باع العباد. واكيد لانه النظام العميل البوليسي وكم تشوف 1 2 3 4 كده 3 سردين كتير ما يحسبهمش. علاش؟ لان ثم ناس مواطنين في بالهم البوليس يحمي فينا. البوليس عنده قيمة، عفوا عنده مهمة واحدة في البلاد، يحمي في مشاريع السمسارة. شاد خليج الملايكة في القنطاوي يحمي في ملك حشيشة، شاد حنبع البارك في القنطاوي، وشاد ملك بن عياش وكرتاجان في الحمامات. البوليس شاد ملك الملولي في سلاقط. البوليس شاد ملك كبار ملاكي العقارات في سليانة وفي الكيف وفي جندوبة. البوليس يحمي في الناس اللي قاعدة تسرق في ثروات البلاد وتحط فيها في بنوك سويسرا وفي جنيف وتحط فيها في البنوك العالمية. وانت تعرف وانا نعرف ويزي من دزان النحل. انت تعرف وانا نعرف ويزي من دزان النحل. ثم كلمة واحدة في الاخر: صحيح عندكم الداخلية، صحيح عندكم السجون، صحيح القضاء متاعكم، صحيح كل شيء متاعكم، وتضحك إذا حكموا عليك عاري ولابس كلاب جهنم. عندكم كل شيء تملكوه ونحن نملكوا حاجة واحدة: المبدأ والرجولية. انتم ونحن. القاضي قلنا له نهار 1 ديسمبر ونعاودوها له اليوم. جيت اجل يا قاضي، راكي تأجل في اعدامك. ختاما شكرا لابناء شعب الكادح، شكرا للعمال، شكرا للفلاحين، شكرا للموظفين المعدمين، شكرا للفقراء. دمتم للنضال، تصبحون على وطن اجمل وتصبحون على طلقات البارود حتى نحرر هذه الارض من شمالها الى جنوب.